مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا مصر بعد مبارك. مصر قبل مبارك كانت هناك رؤى كثيرة جدا طرحت وطرحها الدكتور محمد البرادعي، وكانت هناك تصورات قال البعض عنها في حينها إنها أحلام. ومصر بعد مبارك هناك رؤى يرى البعض أنها ماثلة الآن للواقع ويمكن أن تحقق وتكون خارطة طريق للنجاة في وقت من الأوقات، ولكنها تحمل تساؤلات كثيرة عن تصورات الدكتور محمد البرادعي لهذه المرحلة. ليست المرحلة الانتقالية فقط، وإنما المرحلة الدائمة أو المرحلة التي تأتي بعد الانتقالية. نحن في هذا اللقاء سنحاول أن نمر مرورا سريعا على تصورات هذه المرحلة الانتقالية، وأيضا تصورات ما بعد هذه المرحلة الانتقالية، المرحلة الدائمة، مصر المدنية كما يروج لها المخلصون كما يقولون. دكتور، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أهلا بك يا محمود، أنا سعيد أكون معك. ربنا يخليك يا دكتور. في المرحلة الانتقالية نبدأ بها الأول. المرحلة الانتقالية كانت 6 شهور. كان لديك بعض الرؤى حول هذه الفترة الزمنية، هل هي تكفي غير تكفي، ولماذا 6 أشهر قد لا تكون كافية من وجهة نظرك؟ محمود، أنا لدي تحفظات كثيرة بالنسبة للفترة الانتقالية. نحن يجب أن نفهم أن مصر الآن تنتقل من مصر الدكتاتورية والتي استمرينا فيها لمدة 60 عاما بتوجهات مختلفة، وإنما يبقى في النهاية أن مصر لمدة 60 عام كان الشعب المصري يعامل معاملة العبيد. نحن ننتقل الآن إلى مصر الحرة، مصر المستقلة، مصر الذي يحس فيها كل مصري بعزة النفس والحرية ويأمل في العدالة الاجتماعية. ولابد أن بعد 60 عاما أن نعطي الشعب المصري فرصة لكي تكون هذه الفترة الانتقالية مقدمة صحيحة للانتقال إلى مصر المدنية التي تتكلم عنها محمود. عندما نتكلم عن الفترة الانتقالية لابد أن نتكلم عن حرية الشعب في تكوين الأحزاب. هناك 80% من المصريين على الأقل لم يشاركوا أبدا، وأنا واحد منهم، في أي انتخابات طوال عمره، لأنها لم تكن لنا انتخابات ولم تكن هناك حرية ولم تكن هناك ديمقراطية. لابد عشان أنتقل للمرحلة الانتقالية أن أعطي الشعب فرصة ليكون أحزاب، ليتواصل مع الشعب، ولكي يكون هناك انتخابات ليست فقط حرة ونزيهة وإنما تمثل الشعب المصري. لا يمكن أن يكون في خلال 6 أشهر، وعندما أرى أن بعض قادة الجيش يتكلمون على أنه ما زالت هناك لجنة تكوين الأحزاب لابد أن يلجأ إليها الإنسان، وستأخذ 5 أشهر عندما تستطيع أن تحصل على تصريح بإنشاء حزب، معناها أن سيكون لمنشئ الحزب شهر لكي يدخل الانتخابات. هذه طبعا عملية غير منطقية وستؤدي فقط إلى إعطاء أفضلية كبيرة للجماعات المنظمة، ومع احترامي لها هي جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم الذي كان والذي يعيد استنساخ نفسه الآن. هذا لا أأمل ولا أعتقد أن الجيش يود أن تكون هذه هي النتيجة. ستكون هناك إعادة مرة أخرى لنظام لا يمثل الشعب المصري، ولا أعتقد أنه سيؤدي إلى الديمقراطية المنشودة. طيب، إذا نحن أمام مرحلة وهي مسألة، طالما نحن تحفظنا على مسألة الأحزاب، إذا الترتيب ده أنت موافق عليه؟ يعني أن يكون هناك انتخابات مجلس الشعب وبعدين يكون هناك انتخابات رئاسية، ولا في الحالة دي هناك رأي سائد الآن يقولون لا، نريد انتخابات رئاسية أولا وبعدين نؤجل لمدة عام أن يكون هناك انتخابات لمجلس الشعب، ويدير البلد في هذه المرحلة مجلس رئاسي ومجالس موجودة عن الأشياء. هذه وجهة النظر أنت توافق عليها؟ هذه وجهة نظر رؤيتي يا محمود. أنا امبارح كانت مقالة كتبتها في الفاينانشال تايمز ونشرت في الجرائد المصرية، إن أنا رؤيتي أنه أولا لا يجب أن يكون في هذه المرحلة الانتقالية فقط أن الجيش هو الحاكم. لابد أن يكون هناك حكم مشترك مع الشعب المصري وبين الجيش، والجيش في هذه المرحلة كما كان يفترض أن يكون رئيس الجمهورية وكيلا عن الشعب، لابد أن يكون مشارك مع الشعب المصري. واقترحت إنشاء مجلس رئاسي مكون من عدد من المدنيين، اقترحت 2 مدنيين وممثل للجيش. لا يجب فقط أن يحكم في هذه المرحلة وأن يقرر في هذه المرحلة الجيش بمفرده. هذه ليست يعني تدل على أننا ننتقل فعلا انتقال حقيقي إلى الديمقراطية. لابد أن يشارك الشعب من الآن. من قاموا بالثورة لابد أن يكونوا هم
جزء من المسؤولية على الانتقال إلى تحقيق نتائج الثورة. هذا شيء يا محمود. الشيء الآخر، لابد أن تكون هناك حكومة تمثل الثورة. هذه الحكومة قامت يعني بإبداء القسم أمام الرئيس السابق. هذه حكومة الرئيس مبارك. كيف يعقل أن بعد خرج الشعب المصري بأكمله أن تستمر حكومة الرئيس مبارك؟ رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء منذ في خلال الثورة اعتقل 9 من الشباب، خرجوا من منزلي هنا وكلهم أطباء ومهندسين، وذكر أنهم خرجوا من منزل شخص نحن لدينا قلق بشأنه، ونحن تتعقبه أجهزة أمن الدولة. إذا كانوا يتعقبوا شخص مثلي، كيف أثق أن مثل هذا الشخص يمكن أن يكون هو أداة التغيير وأن يكون هو وجه مصر الحقيقي؟ يعني لابد أن تكون هناك حكومة جديدة تعبر عن الثورة، وأن هذا النظام بأكمله يتنحى. أنا موضوع الحكومة موضوع تساؤل منفرد بحاله، ولكن موضوع تغيير التراتب مجلس الشعب أولا ولا مجلس الرئاسة أولا، دي معضلة دستورية. أنا أتكلم برضو، يعني أنت لديك هذه الخبرة الحقوقية. يقولون لازم يكون في مجلس الشعب عشان يوافق على التعديلات الدستورية بالتلتين، وبعد كده يكون في استفتاء قبل أو بعد استفتاء. فبالتالي هكذا يقولون، يعني يقولون لابد أن ننتخب مجلس الشعب أولا عشان الموضوع يمشي، لأن احنا أمام دستور قائم حتى لو هناك تعديلات دستورية. أنت ترد في هذا الحالة؟ أرد يا محمود أن أقول هذا اتجاه في طريق الخطأ. يعني لابد وأنا راجل قانوني واتصلت بالعديد من أساتذة القانون الدستوري، يقولون أن في أثناء الشرعية هناك شرعية ثورية الآن، ولابد أن يكون لدينا دستور مؤقت لا صلة له بالدستور الدكتاتوري الذي كان موجود. ما يقومون به الآن هو أنهم يرقعون الدستور الموجود، ويقولون أنه كذلك دستور مؤقت، ويضعوا نفسهم في يعني مأزق أنه يجب أن يكون هناك انتخابات أولا لمجلس الشعب وبعد ذلك الرئاسة. اقضي على هذا الدستور، سقط بسقوط الثورة، وهي يجب أن يكون هناك إعلان دستوري يحررنا من هذه القيود الاصطناعية، سواء بالبداية نبدأ برئيس الدولة أو بالمجلس الشعب. يجب أن نضع نفسنا في هذه يعني القيود الاصطناعية، وقبل ذلك كله وبعده يا محمود لابد أن يكون هناك حوار مع الشعب. هذه مسائل قانونية سياسية يجب أن يتناقش معها المجلس العسكري مع طوائف الشعب المختلفة، وحتى الآن لم يقم بهذا، وإنما وضع نفسه في هذه الغرفة المغلقة وقال أنه يجب أن يكون هناك مجلس شعب في خلال 6 أشهر لن يكون ممثلا للشعب، ويجب أن يكون انتخابات الرئيس بعد ذلك بعد ذلك حتى يؤدي اليمين امام المجلس. ممكن رئيس الجمهوريه ان يؤدي اليمين امام مجلس الرئاسي كما الذي ذكرت عليه طبقا لدستور مؤقت. يجب ان ننظر الى الصوره الكبيره والا نضع نفسنا في هذه المتاهات التي لا يجب ان يقررها الجيش بمفرده. هناك الكثير من المصريين لهم الخبره السياسيه والقانونيه ويجب ان يستعين بهم. نحن جميعا مصريين في خندق واحد نود ان نخرج منه إلى الطريق السليم ونحقق ديمقراطية سليمة وانتقال سلس للسلطة. عندما ترى كل هذه الفساد الهائل الذي نراه اقتصاديا وسياسيا وفي كافة المجالات، أتساءل وتساءلت اليوم على موقعي على التويتر، هل كل هذا الفساد لم نعرف به ولم يعرف به أحد إلا يوم 12 فبراير؟ يعني ولذلك الحل هو أن كل هذا النظام، ليس فقط الرئيس مبارك وكل ما عمل مع الرئيس مبارك، لابد أن يتخلى عن السلطة ونبدأ مرحلة جديدة بوجوه جديدة بأسلوب جديد بفكر جديد. طيب يعني طب نعود إلى اللجنة الدستورية. أنت رأيك كيف في هذه اللجنة التي شكلت من شخصيات عليها اتفاق في المجتمع المصري بشكل كبير، المستشار طارق بشر وغيره من هؤلاء الناس، وهم يقولون خلينا نعدل، ناخذ مكتسبات 76 و77 و88 وبعدين يكون هناك، لأن مسألة الدستور إذا ألغي هناك مادة لغم وهي المادة الثانية من الدستور اللي متعلقة بالشريعة الإسلامية. فيعني هم يقولون خلينا ما نلهيش الشعب بخلاف مسيحي مسلم إخواني حول الشريعة الإسلامية ولا الشريعة، وخلينا ناخذ مكتسبات 76 و77 وبعدين ننتقل. يعني الراديكالية في التغيير مش مطلوبة الآن. محمود، الدستور مهما عدلت فيه هو دستور مشوه، دستور مرقع، دستور لا يعكس شيء من الديمقراطية. إذا تكلمت عن ووضعنا في هذا المأزق التي تتكلم عنه أننا يجب أن ننتخب مجلس شعب أولا، حتى كل هذه يعني ترهات ولا يجب أن تشغلنا. ما يجب أن يشغلنا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة، كيف يجب أن ننتقل
من مصر الدكتاتورية إلى مصر الديمقراطية إلى مصر الحرة بأسلوب عقلاني وسليم. المادة الثانية، إذا كانت هناك وهناك خلاف عليها اجعلها ضمن الإعلان الدستوري المؤقت، ليس هناك خلاف في هذا. يعني ممكن أن تكون ضمن الدستور المؤقت أن مصر دولة إسلامية، أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، ليس هناك خلاف. إنما لم يحدث نقاش جدي. اللجنة التي تتكلم عنها يا محمود، وهناك بالطبع كثير من الناس المحترمة فيه، إنما هل جرى حوار مع الشعب؟ هل تم نقاش مع الشعب؟ من يجب أن يكون في هذه اللجنة؟ ما هي؟ طيب كيف يتم حوار مع الشعب؟ يعني هل الشعب بلوك واحد ممكن نروح نتحاور معاه؟ ليس الشعب طيب كيف؟ بلوك واحد، انما هناك الكثير. لو انا نماذج، يعني نماذج كثيرة من مختلف اليسار والشمال والإخوان المسلمين والأقباط. هناك يجب أن يكون هناك حوار حتى يكون هناك، وفي النهاية يجب أن نستخلص نتيجة من هم الأشخاص، واللجنة كلها قانونيين على سبيل المثال. عملية التعديل الدستوري ليست عملية قانونية فقط، هناك رؤية سياسية أين نسير ويجب وكيف نسير. يعني غاب الحوار، غاب التكوين المتكامل لهذه اللجنة، وهذا جزء من قليل كما ذكرت. لا يجب أن لم يتم نقاش حول مشاركة الشعب كمدنيين في عملية الانتقال. هناك مرحلة مبتصرة للانتقال فجأة إلى الديمقراطية، ولن تنقلنا في رأيي إلى الديمقراطية التمثيلية في خلال 6 أشهر. ما زالت هناك كذلك على سبيل المثال. حتى تكتسب هذه العملية يا محمود المصداقية، لا بد أن تكون هناك شفافية ولا يكون هناك مصداقية. الشفافية كما ذكرت غير موجودة، المصداقية كذلك إلى حد كبير بدأت تتلاشى، وسترى اليوم الملايين تخرج مرة أخرى إلى الشوارع. لماذا لدينا هناك حالة طوارئ حتى اليوم؟ لماذا هناك معتقلين يذكر رئيس الوزراء أنهم يبحثوا عنهم في السجون؟ لماذا هناك تتكلم عن لجنة تكوين أحزاب، لجنة كما ذكرت سيئة السمعة؟ سنذهب الآن إلى صفوة الشريف الذي يجب أن يجري التحقيق معه. هؤلاء كانوا قادة هذا النظام. يعني هناك بدأت المصداقية تتلاشى للأسف، بدأت الشفافية تختفي. وأنا ما زلت أعتقد أن الجيش لديه مصداقية كبيرة مع الشعب المصري، ويجب أن تستمر مصداقيته. أنا الذي طلبت وغير الكثير أن الجيش يتدخل لإنقاذ مصر من الوضع المأساوي الذي انتهينا إليه. إنما يجب أن يعلم الجيش أنه في نهاية المقام هو ممثل عن الشعب، ويجب أن يعلم أنه وكيل عن الشعب، ولا أن يتولى الأمور بمفرده. ومع احترامي لهم، هم يعلمون كيف يديرون فرقة أو معركة حربية. إنما عندما تتكلم عن السياسة، عندما تتكلم عن الدستور، كما أتكلم أنا على الطب، ولا يعني لابد هناك من مشاركة الجميع كلا في اختصاصه. طيب في نقطة أخرى تتعلق بيك شخصيا، وهي مسألة قلت أن لن أترشح للرئاسة، ولكن إذا طلب مني سأترشح. طلب منك من من؟ طلب مني من قطاعات عريضة من الشعب المصري يا محمود. توقعات أخرى ولا ليست توقعات وليست توقعات. إنك ستعرف إذا كان هناك تأييد من الشعب لك أو عدم تأييد. أنا جئت هنا لمصر لهدف محدد، وهو أن أنقل مصر أو أساعد في إنقاذ مصر من الوضع المتردي الذي دخلنا فيه، والذي أصبحت مصر فيه دولة في عداد الدول الفاشلة. وهناك 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، و30% لا يقرؤون ولا يكتبون. يعني لا أود أن أدخل في هذا. أردت أن أنقل مصر إلى دولة تلحق بركب الحضارة، دولة حرة يعيش كل مصري في حرية واستقلال، وآمن على عائلته، يعيش في حرية وكرامة وعزة نفسه وكل هذا. وأنا أعتقد أن أنا حققت جزء كبير من هذا بمساعدة الشباب، والذي راهنت عليهم من اليوم الأول وليس غيرهم. إنما لابد أن نكون في موقف المراقب اليوم حتى تحقق الثورة أهدافها. الثورة فجرت وحققت أشياء عظيمة، فأن استعاد المصري حريته وكرامته. وإنما هناك الآن مرحلة الإدارة السياسية للثورة لكي تحقق أهدافها، وهي أن كما ذكرت ننتقل إلى دولة تقوم على دستور ديمقراطي، دولة يكون كل شعب مصري فيها له كافة الحريات، دولة تكون قائمة على العدالة الاجتماعية وليس على الفجوة المهينة بين الفقير والغني التي نراها اليوم في مصر. طيب إذا استمر، فلنفترض جدلا أن كل هذه الطلبات التي تطلبها وتحلم بها وترجوها لم تتحقق، يعني فعلا فضل 6 شهور، عملوا انتخابات مجلس الشعب، صارت الأمور كما يريدون هم ولا ليس كما تريد أنت، في هذه الحالة ستترشح ولا هيكون هناك قرار آخر؟ يعني ممكن ينسحب الدكتور البرادعي من الساحة إذا لم يتحقق آرائك وطلباتك وأحلامك ورجاءاتك؟
أنا لن أنسحب من الساحة لأني سأستمر طالما في العمر بقية أن أتكلم فيما أعتقد أنه في مصلحة وطني يا محمود. إنما في رأيي الآن، وأنا فكرت إذا أصروا على هذا، وكما علمت أنهم يصرون على 6 أشهر، ولا أعلم لماذا، لا أعلم لماذا، لأنهم لم يشرحوا لنا لماذا. هل هي يعني في أطيب التفسيرات أنها عملية الجيش دخل في مرحلة وهو ليس راغبا ولا قادرا على قيادة الدولة، وهذا مفهوم ليس دوره. وهناك تفسيرات بدأت تظهر أن هناك محاولة للالتفاف على الثورة، ولا أأمل ولا أتوقع أن يكون هذا ما يطلبه الجيش. إنما أنا في هذه الحالة سأطالب، وبدأت أن أطالب، أن يكون هناك بعد هذه 6 أشهر مرحلة انتقالية أخرى لمدة سنتين، يكون لمدة سنتين لكي نضع دستورا دائما تتوافق عليه القوى الوطنية عن طريق لجنة تأسيسية، لكي نعطي للشعب المصري فرصة لتكوين الأحزاب وللتواصل مع الشعب، وبعد ذلك وندخل هذه الانتخابات إذا كانت بعد 6 أشهر في ائتلاف وطني، ائتلاف حتى إذا كانت هناك أحزاب يكون يسمى ائتلاف الثورة، الجميع ينضم معا حتى لا تسرق هذه الثورة، ويأخذ على أغلبية في مجلس الشعب، ويرشح رئيسا يتعهد بأن يعمل على أن يكون هناك دستور جديد ديمقراطي، والتخلي أو التخلص من كافة فلول النظام التي ما زالت موجودة. وعندما نحقق هذا، حققناه في سنة ونصف، في سنتين تجرى مرة أخرى انتخابات، ونكون مرينا بفترة انتقالية سليمة، ويكون هناك رئيس جديد ودستور جديد وبرلمان جديد، وفي هذه الحالة مصر تكون وضعت نفسها على الطريق السليم. هذا هو ما أراه إذا ما أصروا على أنهم يلتزموا بمدة 6 أشهر، والتي لا أعلم من أين جاءت ولا إلى أين تذهب. طيب ده بالنسبة لهم. بالنسبة للأحزاب التقليدية الموجودة بما فيهم الإخوان وبما فيهم هل أنتم تثقون، يعني هل أنت جربتهم كان في ائتلاف أثناء الثورة وما زالت الثورة قائمة، ولكن كان يصرحون معك بأشياء ويخرجون على وسائل الإعلام يصرحون بأشياء مخالفة ومغيرة تماما، يعني كنا أمام خطابين مش خطاب واحد. فبالتالي هل تثق في الأحزاب التقليدية الموجودة التي تسمى معارضة تحت خط تعريض في مصر، ولا إيه هو نوع الائتلاف اللي أنت تتكلم عنه مع مين؟ محمود، أنا أعمل مع أي من الأحزاب عندما جئت إلى مصر، واكتشفت بعد أيام قليلة أن إذا كان هناك تغيير سيكون على أيدي الشباب الذين ليسوا لهم أجندة خفية، الشباب الذين لم يتلوثوا ب60 عاما من النظام السلطوي، والذين جزء منهم انحاز إلى النظام واستفاد من النظام، وجزء آخر ترسب الخوف في أعماقه. ولذلك ومع ذلك أنا رأيت بالطبع هناك قلة من ما يطلق عليها النخبة، قلة صادقة وطنية مخلصة، وكنت أعمل معها وأستمر أعمل معها. إنما كل شخص أنا بتكلم على الأحزاب يا دكتور أفندم، يعني بتكلم على الوفد والتجمع والناصري والغد ما دخلوا معك في ائتلاف؟ لا، لم أدخل معهم في أي ائتلاف. يعني هم جم هنا، كانت ما يطلق عليها الجمعية الوطنية للتغيير عندما حضرت إلى مصر في أول يوم، وجاءت أفراد بصفتهم الشخصية، واكتشفت أن هناك الكثير منهم الذين أستطيع أن أعمل معهم، والكثير الذين لا أستطيع أن أعمل معهم. وأنا لو تتذكر يا محمود كنت حريص على أن أقول أنني لست رئيس هذه الجمعية، أنا سأساعد كل مصري يعمل على تخليص الوطن من براثن الاحتلال الوطني الذين كنا نعيش فيه. الأخوان المسلمين لم يكن بيني وبينهم ائتلاف من أي ناحية، غير أننا نتفق على المطالب السبعة للتغيير، وهم أظهروا مصداقية في الحصول على الكثير من التوقيعات. إنما هناك اختلاف أيديولوجي كبير بيني وبين الأخوان المسلمين، وهم يعلمون ذلك وأنا أعلم ذلك. إنما هم جزء من الشعب المصري، لهم مصداقية، لم يستعملوا العنف، ولا بد أن تكون لهم مشاركة سياسية. المضحك يا محمود في كل هذا أن مطالبنا السبعة أو الذي كنا نطالب بها منذ عام كانت تقابل بعملية محاولة تشويه وهجوم شخصي تجلت فيه كل أساليب الدناءة الأخلاقية. عندما قامت الثورة تحولت هذه المطالب في يوم وليلة إلى أنها مطالب مشروعة. يعني لماذا لم يعني، وبالتالي كيف تثق في فلول هذا النظام؟ الجماعة الإخوان كانوا يطلق عليها جماعة محظورة، بعد قيام الثورة بيومين تحولت إلى جماعة تتقابل مع نائب رئيس الجمهورية. يعني هناك يعني عملية انعدام مصداقية. لابد أن يفهم الجيش ولا بد أن يفهم الجميع أننا لابد أن نعمل معا. نحن في خندق واحد، لابد أن نخرج من هذا الخندق
الى دوله جديده، وبعد ذلك كل واحد يسير في طريقه، اليساري واليميني والاشتراك، كل واحد يسير في يمينه. انما لابد فتره انتقاليه نتآلف فيها معا جميعا لنضع اسس البيت الجديد الذي نود ان نبنيه. طيب الفتره الانتقاليه انت قلت عامين، طب خلينا نفترض انه خلاص مشوا في نفس الترتيب والمفروض ان الناس طلبت منك وسيطلبون منك انك تترشح للرئاسه، تصورك لهذه الفتره الانتقاليه ما ذلك البرنامج الذي يمكن ان تصر انت عليه وتحمله ليكون علامه وخارطه طريق لمصر في خلال العامين؟ في خلال العامين تعهد أنني سأعمل على وجود دستور حقيقي، دستور جديد يعبر بكل أشكاله على حريات الشعب، على أن يكون هناك عدالة اجتماعية، وبمفهوم العدالة الاجتماعية حق أن تكون الأسبقية للشعب الفقير الذي لا يجد المأكل ولا الملبس ولا المسكن، أن نبدأ مصر جديدة تقوم على صناعة العلم، على التكنولوجيا، على الحداثة. كل هذا يجب أن يكون، ولن أضحك على الشعب أن أقول لدي حلول سحرية. سأستعين بأهل الخبرة في التعليم، في الصحة، في القانون، في كافة المجالات. السياسة الخارجية لمصر لابد أن تتغير في كثير من الأحيان. مصر مجالها الطبيعي هو الأمة العربية، نحن جزء من الأمة العربية ونفتخر أن نكون جزء من الأمة العربية، ولابد أن نعمل أن تكون هناك أمة عربية قوية. لابد أن نعمل مع الدول الإسلامية الكبيرة، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، السعودية، كل هذا يعني هناك تغيير كامل. حتى يعني الرئيس ما هي تلك الصلاحيات التي يجب أن تتم تقصها وتحديدها وتقليصها في الرئيس؟ الكثير يا محمود، يعني لا أود أن أدخل في تفاصيل الدستور، عندما نحن لدينا دستور لا مثيل له في العالم إلا في الدول الدكتاتورية. ذكروا لنا أنه مثيل للدستور الفرنسي، عندما قارنته بالدستور الفرنسي لا صلة له بالدستور الفرنسي، وهو دستور رئاسي، لأن صلاحيات الرئيس هناك مقيدة، صلاحيات الحكومة مستقلة عن رئيس الجمهورية، البرلمان له سلطات أكثر استقلال، السلطة القضائية مستقلة بالكامل عن رئيس الجمهورية. نحن شوهنا وما أطلقوا عليهم هنا ترزية القوانين، وإنما حتى يا ريت كان عندنا ترزي شاطر أو يفهم أو إنما أخرج شيء، ولا هو بدلة ولا هو بنطلون ولا هو فستان، هو أخرج يعني مسخ، ومعه مسخ للقوانين، ومعه للأسف قتل الشعب المصري في حريته وكرامته واستقلاله يعني أنا ذكرت أن ليس هناك فقط الفساد المالي، الفساد السياسي، والذي أدى إلى كل هذه أنواع الفساد يجب أن يحاسب من قام بهذا. إنما أنا في تصوري كذلك أن مصر ستكون، يجب أن يكون الدستور على أساس نظام برلماني، لأننا منذ 7000 سنة نعيش في نظام قائم على النظام الفرعون، يعني القائد الملهم المخلص. في سؤال آخر يعني نحاول لأن الوقت انتهى، هو مسألة أنت خايف، يعني الثورة نجحت وتغير النظام، لكن هل ما زلت خائف على أنها لا تحقق مطالبها؟ بالطبع أنا قلق لأنني ما رأيته حتى الآن يا محمود، عندما أرى أنه يعني قيادات النظام السابق لم تقدم بعد إلى المحاكمة، بما فيه هذه عائلات أو لم التحقيق بما فيه عائلة الرئيس، عندما جمدوا أرصدته. عندما ألا يعني هذا أنه يجب أن يبدأ التحقيق مع العائلة؟ وعندما ترى قيادات من الحزب الوطني التي القيادات الأولى لم يبدأ معها التحقيق، عندما ترى أن التحقيق اكتفى فقط بالمدنيين وليس بضباط الشرطة العسكريين الذين هناك 700-800 مصري من أخواتنا فقدوا حياتهم في مظاهرات سلمية، كل هذا لم أره بعد. عندما أرى أنه ليس هناك مشاركة حقيقية مع المدنيين، عندما أرى قانون الطوارئ، عندما أرى القيود على حرية تكوين الأحزاب، عندما أرى أن دستور يتم ترقيعه، عندما أرى أن الحكومة ما زالت حكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس مبارك، كل هذا يدعوني إلى القلق يا محمود. أنا أعلم أن الجيش استلم تركة مثقلة، وأعلم أن الجيش ليس لديه خبرة في هذا، وإنما أطالب الجيش من خلالك أنه يبدأ في الحوار مع الشعب المصري، يبدأ في بناء المصداقية مع الشعب المصري، يبدأ في أن تكون هناك شفافية تامة فيما يقوم به الجيش المصري. أنا يعني أكرر، أنا أثق في الجيش المصري وأنه لا يود أن يحكم، وفي وطنيته وفي إخلاصه، وإنما يجب أن يستعين بأهل الخبرة، ولا نكتفي ب60 عاما ما كنا نطلق عليهم أهل الثقة. هناك أهل الخبرة. لابد أن نعمل معا كلنا مصريين، بما فيه الجيش المصري جزء من الشعب المصري، حتى تصير مصر إلى الطريق الذي نراه. وإذا صارت مصر في هذا الطريق سنكون أأمل زخرا للأمة العربية، والتي نحن جزء أصيلا منها.
شكرا جزيلا دكتور محمد برادة، شكرا جزيلا. أشكرك يا محمود على تفضلك بس. شكرا والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لنا طوال هذا اللقاء. غدا في مصر بعد مبارك تساؤلات كثيرة، بعضها في قلق وبعضها في تطمين، ولكن يظل التفاؤل هو الذي يسود في الشارع المصري رغم القلق السياسي. شكرا لكم.